كيفكن يا صبايا؟ يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكن. رمضان كريم. أنا جبت هدول دفترين مشان هي دقائق معدودة معكم. كل يوم نص ساعة بدي حدد مثلا شو بدي أقرأ قرآن، شو بدي تسابيح. هذا الدفتر كمان عليه الأشهر. هذا الدفتر مثل ما قلت لكم إنه عليها أشهر. خلينا نعلم ولادنا الدين والمحبة والتسامح، ونعلمهم رمضان ما بيتعوض بالسنة مرة، لازم نستغله بالدين والقرآن والآيات قصيرة، صور قصيرة. ألم نشرح لك صدرك، قل الله أحد، أعوذ رب الفلق، أعوذ رب الناس. تسابيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. جمعوا أولادكم، خليهم يقعدوا، تعوا حطوا على التلفزيون وشغلوا آيات قرآنية. لازم كل يوم دائما صوت القرآن بيكون بالبيت، يكون فيها صوت الإيمان والعطاء والرحمة بالبيت. واللهم صلي على سيدنا محمد. شو بيشتغل لما بيشتغل؟ عم بسبح، استغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو ما تشتغلوا، من بدل نحط التليفون بدنا نحكي مع فلان أو فلان، خلي وقتكم كله بالدين والإيمان والتسامح والرحمة. الرمضان ما بيتعوض يا صبايا. الرمضان هو صلة الرحم بينك وبين رب العالمين. دائما شغلوا مخكن وشغلوا حالكن وولادكن، حطوا آيات قرآنية بالبيت. يا ولادي تعالوا نقرأ سورة الفاتحة. الفاتحة كتير كتير مهمة. بسورة الفاتحة بعلمهم الفاتحة، بعلمهم صور قصيرة، آيات قصيرة. بنعلمهم استغفر الله، يلا وراي ترددوا، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله. خلينا نعلمهم هيك مشان نحنا بالغربة، وهذا البلد تعرفوا كتير صعب. يعني أولادنا بيتعلموا عنا الدين، بيروحوا عندهم بالمدارس بيتعلموا الشغلات التانية. مثلا ما في عندهم دين. بيعلمون مثلا تربايتهم مو مثل تربايتنا. لازم نعلمهم أولادنا، لازم نفهمهم نحن مسلمين، لازم يكون هيك هيك هيك، عاداتنا وتقاليدنا يكون هيك. واللهم صل على سيدنا محمد. لازم نكون هيك واعيين شوي أكتر وأكتر. نحط صلة الرحم، لأنه الحياة هي حلم، لحظات نحن عايشين فيها، ما بنعرف أي دقيقة بنودع بعض، أي ثانية الأصحاب الرفقات، يعني نحن ما بنعرف أي ساعة بنودع، أي دقيقة بدنا نودع. لازم نكون بيننا وبين رب العالمين كتير شغلات مفيدة. وانتي لما تدعي يا رب تستجيب، يا رب هيك. هو رب العالمين بس بيسمعك ويشفق عليكي. واللهم صل على سيدنا محمد. هو الحنون الرؤوف العطوف الكريم الجبار، يعني حافظين الأسماء الدينية وأسماء رب العالمين، يعني بتعرفوا كل شيء. يعني خلينا نعلم الولاد هيك شغلات. أنا فيني بقول لهم يلا ترتيب حلو السفرة، الأناقة حلوة، النظافة ما في أحلى منها، بس مقابل نعلمهم الدين والإيمان. وهذا الشهر شهر الفضيل، لازم أعلمهم الآيات القرآنية، شغلات اللي انتي بدك تساعدي. أنا هيك بساوي هالرمضان، هيك قررت بدي ساوي لأولادي مشان يتعلموا الدين ويتعلموا الشغلات المنيحة. ويا ريت انتو كمان لو أنا غلطانة قولولي، لو أنا متخلفة، لو أنا يعني غلط بحكي هيك شغلات احكوا، يعني اكتبوا. يعني خلينا نكون اللهم صل على سيدنا محمد، نساعد بعض. بلكي أنا يكون فكري غلط، بلكي يكون فكركم أصح، بلكي يكون بس أنا بحب رمضان نقضيها كله. إيه بنساوي حلويات ونساوي شغلات الأكل، وتعرفوا رمضان غير شكل بيكون. بس مقابل انتي لما طبختي استغفري ربك، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. آيات قرآنية، تسابيح،
طلعتي من البيت اقري قرآن، آخر سورة بقرة كتير كتير منيحة، مجربة يعني، أنا جربتها كتير. ويعطيكم ألف عافية والله يستر عليكم. وهاي هي ببعث لكم هاي الشغلات، الرسالة لإلكم من محبة، يا ريت هيك تكونوا معي. ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يكون رمضان خير وبركة على الجميع، ويعطيكم ألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم. وإن شاء الله يكون أيامكم دائما حلوة وتكونوا مبسوطين، وسلام. إن شاء الله نشوفكم الأيام الجاية.